مرحبا بكم في هذا اللقاء الحواري مع الأستاذ محمد زيان، المنسق الوطني للحزب الليبرالي المغربي، وزير حقوق الإنسان في عهد الراحل الحسن الثاني، ونقيب سابق لهيئة المحامين بمدينة الرباط. الأستاذ محمد زيان، مرحبا بكم على شاشة المغاربية. كنشكركم اللي شرفتوني بزيارتي وبتنظيم هذا اللقاء. أستاذ محمد زيان، ولدتم في 14 فبراير سنة 1943 من أب مغربي وأم إسبانية من منطقة مالاغا، وكنتم تدعون فيكتور مارتين في صغركم، وتم تعميدكم في الكنيسة الإسبانية، وكمثلكم كمثل باقي الأطفال دققتم ناقوس الكنائس وملأكتم كؤوس الخمر للرهبان، ثم انتقلتم إلى مدينة طنجة هروبا من بطش الجنرال فرانكو الذي كان يطارد الجمهوريين. وفي مدينة طنجة توفيت والدتكم على دينها ودفنت في مدينة طنجة في مقبرة مسيحية. أبوكم المرحوم أحمد زيان يعتبر من أعيان مدينة طنجة الدولية. هل يمكن أن تحدثونا ولو بإيجاز عن مرحلة طفولتكم بمالاغا الإسبانية وانتقالكم إلى مدينة طنجة؟ ما يمكنش نذكرك، نعرف بأن كانت الباخرة اللي كتقطع ما بين في الجزيرة الخضراء. أنا كنعقل أن الجزيرة الخضراء كانت غادي نقول لك واحد بحال شي شارم بلا قيمة مسخة. كنعقل بأن المرسى ديال الجزيرة الخضراء كنا كنعيطوا لها الخزيرات تقريبا، عامرة بالحمالة، بالمسخرين، بالساعية، بالشوافات. كنعقل أن داكشي كان بائس، وكان خصك تبقى ديما يدك على باليستك وغادي يسرقوها لك. ودابا ملي كنمشي كنبكي بالفقصة. الجزيرة الخضراء خوزيرات هو الميناء الخامس في أوروبا، الميناء الخامس في أوروبا. طنجة جا هتلر وجا الألمان وجات الجيوش ديال فرنسا، الجيوش ديال الميريكان، الجيوش ديال اسبانيا، الجيوش ديال فرنسا، الجيوش ديال الطاليان، وكانت دولية وكانت ممارسة طالعها هواده. العام ملي كتمشي للمارشا ديال طنجة كتبكي، ولكن كتبكي بالفقصة أن ما كاين والو. أنا هادشي اللي كيجيني في المخيلات ديالي، أما ما تبقى من الذكريات هذيك لا قيمة لها. أستاذ زيان، تقلدتم الفقر يرجع غنى، لأن طبقوا الحرية الاقتصادية واحترموا القواعد ديال الديمقراطية الليبرالية، واسبانيا رجعت ضخمة 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 ضخمة. صور شنو الممارسات ديال الجزيرة الخضراء والمغرب، الاشتراكية والقومية وما نعرف شنو والتعميم والمغربة وماشي المغربة، ونزاع الملكية ديال النصارى، ونزاع الأراضي الفلاحية، الاستعمار أراضي مسترجعة، أراضي شتتنا المغرب، وزعنا ديك البقرة على اللي كان في الصف الأول هما الأغنياء ديال اليوم في المغرب. وأنتم أيضا تعتبرون من بين أغنياء المغرب أستاذ زيان. الحمد لله والشكر لله. أنا أولا غني بأفكاري، وغني بعاطفتي، وغني برومانسيتي، وغني بحبي وعواطفي، ولكني ما خصني حتى شي خير مادي. الحمد لله عندي 15 ولد، وكنقابلهم وكنظن انا قابلتهم على حسب المستطاع في مستوى لا بأس به. كنعيش مزيان مع راسي، ما محتاج لا المساعده ديال الدوله، ولا التقاعد ديال الوزراء، ولا الرشوه ديال المناصب، ولا استغلال النفوذ. لم تتخلوا عن تقاعدكم حينما كنتم وزيرا لا، ما توالياش لسبب بسيط. فهم شنو هو التقاعد ديال الوزراء؟ ملي الحكومه كتعين صاحب الجلاله كيوقع الظهير ديال التعيين ديال حكومته، باش وزاره الماليه كتبدا تخلص وتعطيك الامتيازات ديالك. من بعد اذا بغيتي ترجعني ما نفسر لك واحد اللعبه دابا صبحت مهمه في المغرب، هي سرقه. كثفتوا معاها اللائحه ديال المتقاعدين. داك المتقاعدين
كياخذوا 40 مليون او لا 60 مليون على حسب الوضعيه طنا، كتله واحده، كتله ماليه، باش كيمشيو فرحانين يشرو شي سياره، ما يمشيوش للغد لا في شي تاكسي ولا في شي طوبيس، فهمتي، و كيعمروا لهم الكواغط ديال التقاعد. انا ما عنديش الظاهر اللي كيجعل حد من الممارسات ديالي. انا عندي بلاغ الحمد لله من القصور الملكيه، البلاط الملكي، ماشي من الديوان الملكي، من البلاط الملكي، بلاغ من القصور الملكيه كيعلم ان صاحب الجلاله استجاب لرغبتي، انني نمشي بحال من الحكومه، لانني انا ليبرالي في العمق، راجل احب الحريه، احب القضاء، احب القانون، ما كنسمحش نوض بحمله التطهير نبداو نعتقلوا. لماذا استقلتم مباشرة يعني بعد 11 شهرا من توليكم منصب وزير حقوق الإنسان في عهد الراحل الحسن الثاني؟ لأن الحسن الثاني قبل برنامج اللي قدم له 4 ديال الوزراء هما البصري وامل والقباج وجدو، بانه غادي يجمعوا واحد 30,000 ديال المغاربه وغادي يحاسبوهم وغادي يتحاسبوا معهم وغادي يحيدوا لهم واحد 80 مليار ديال الدولار، قال لك غادي نجمعوها، وبديك 80 مليار ديال الدولار كنا غادي نخلصوا المديونيه الدوليه. في الواقع داروا شي 1000 واحد الحبس، الناس هربت، 800 مليار ديال الدولار هربت من المغرب، ما دخلنا والو وحطمنا الاقتصاد. هذا هو سبب استقالتكم؟ بيان سور هذه بعيده، انا ماشي بعيد الدرجه ان غادي نثق بانه البوليس والقضاء والقمع والمحاسبات والمحاكمات تدخل لك الفلوس، يمكن تدخل لك غير الفقر. ما كاينش شي حاجه كتدخل بالقضاء وبالعنف وبالبوليس وبالمصافي. استاذ محمد زيان، التجاره هي الحريه، التجاره هي المنافسه، التجاره والتبادل، ماشي القمع. استاذ محمد زيان، حزبكم دعا أو لم يشارك في انتخابات 7 من أكتوبر 2016، ولكنكم لم تدعوا إلى المقاطعة على اعتبار أن وزارة الداخلية والحكومة لم توازي بين الأحزاب في قضية الدعم وما إلى ذلك، لكن يبدو أن قواعدكم صوتت لحزب العدالة والتنمية الذي اتهمتم أمينه العام عبد الله بن كيران مباشرة بأنه يكذب على المغاربة. كيف نقيم هذا التوجه؟ غنقول لك واحد اللعبة ما كتعجبنيش. دابا تسول شي مغاربي في الزنقة كتقول له عبد الاله بن كيران، يقول عبد الاله بن كيران ساكن في دارو في ديور الجامع، كاع ما كيسكن في الدار ديال المخزن. كاين حنا العرب ما كنسولوش نفوسنا علاش، لان باقي ما عندناش ديك الشجاعه الادبيه باش نتحملوا العبء ديال الجواب. كتعرف علاش؟ لان ملي كتبقى ساكن في دارك الدوله كتعطيك 43,000 درهم زياده على الاجره واذا كنت وزير. انا ما كنتش كنعرفها، انا ملي رجعت وزير قالوا لي واش غادي نجيبوا لك الدار او بغيتي 30,000 درهم في الشهر؟ قلت لهم انا غادي نبقى في داري، عطوني 30,000 درهم في الشهر لمده 11 شهر اللي كنت فيها وزير. هذا هو السبب اللي خلى بن كيران يبقى في بيته. ما نعرف، ولكن بغيت نقول للمغاربه بانه اذا كنتي وزير وبقيتي في دارك كيعطيوك 30,000 درهم، واذا كنتي رئيس حكومه بقيتي في دارك كيعطيوك 43,000 درهم. بغيت المغاربه يعرفوها. دابا انا ما كنعرفش علاش عبد الاله بن كيران بقى في دارو، ولكن المغاربه خصو يعرفوا بان ديك الدار اليوم الدوله المغربيه الشعب المغربي كيخلصها ب 43,000 درهم في الشهر. وتقول واش كتسحقها، واش رخيصه، واش غاليه، واش لعبه، واش ديماغوجيه، واش صيد او غنان او حيله او تحيل، داك شغلك. انا ما كنقول والو. انا راجل كتعجبني الشفافيه، كنحماق على الصدق. انا النهار اللي قلت لهم اللي كنت في المجلس الاستشاري حقوق الانسان كانوا كيعطيوني 15,000 درهم في الشهر، الاخوان ديال المجلس الاستشاري تخاصموا معايا، قال لك ما كنتيش تقول، علاش كتقول للمغاربه بانك كيعطيونا الفلوس؟ قلت لهم بغيتي نكذب، بغيتي يعرفها في قراءه الميزانيه ديال الدوله او في قراءه قانون المصاريف خصك تقولها. اليوم هاد الناس كيقول المجلس الوطني لحقوق الانسان وانت كتشوف مجموعه المناضلين راه 30,000 درهم في الشهر، النضال 30,000 درهم في الشهر. كنأكد لك ان المغرب فيها 30 مليون ديال السكان، انا يمكن نصيب لك 60 مليون ديال المغاربه ماشي 30.
اللي مستعدين يناضلوا من اجل حقوق الانسان 30000. ولماذا حزبكم 30000 درهم في الشهر، كاين 6 مليون مغاربه مستعدين. لماذا حزبكم استاذ محمد زيان لم يشارك في الانتخابات يعني بكل صدق؟ يقصد لان اللعبه ظاهره. وانا قلتها المهداوي رجعوا شهر قبل، قلت له شوف الاشكاليه هي سهله، انا كنعرف نحسب، انا كنعرف بانه ملي تعنت التاريخ ديال الانتخابات حزب العداله والتنميه دار الحساب ديالو صاب عنده 90 مقعد، ماشي 90 مقعد، واذا جابوا التنوكات وقالوا المغاربه غادي يقتلوكم اذا صوتوا على البي جي تي، عنده 90 مقعد، وبانه غادي يمكن له يحصل مع اللائحه الوطنيه وبعد الدوائر اللي غادي يكون عنده جوج ديال الفائزين على واحد 120 125 مقعد. قلتها شهر قبل. الاشكاليه هو ان الاوامر اللي تعطات الاجهزه المنظمه الانتخابات وان البام خصو يجيب اكثر من البي جي دي او لا تقريبا البي جي دي ليخلق ثنائيه حزبيه في المغرب، ليخلق الخرافه ديال شحال كاينه ثنائيه. خلي داكشي ديال النصارى، حنا كنديرو مع العرب في المغرب المغاربه الله يعطيك الخير بما لديهم من عبقريه وما لديهم من حدود في التحليل السياسي. خلينا داكشي ديال النصارى راه ما صالحش بينا. انا عارف بان البام ما يمكنلوش يوصل 125 130 مقعد، عارف بان البام غادي يجيب 60 65 70. علاش؟ لان جميع الاحزاب قرروا يرشحوا موالين الشكاير، بمعنى ان موالين الشكاير غادي يتنافسوا بيناتهم. لو كانوا الاحزاب الاخرى قدموا المثقفين والمناضلين والاطر وخلوا غير البام وشي حد اخر يرشح موالين الشكاير، كان غادي يوصل 130 مقعد. ملي كلشي قرر في المغرب يرشح موالين الشكاير عرفوا بان ما غادي يجيبش. اذا من يحكم المغرب الان في البرلمان هم كلهم موالين الشكاير؟ موالين الشكاره ما تصدعش راسك، موالين الشكاره وغادي نقول لك فين غادي نوصلوا من بعد. بلاتي كيفاش غادي يديروا باش يطلعوا البام؟ غادي يسرقوا الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني الاحرر والحركه الشعبيه، وغادي يقولوا نعرفش نسير في حالك، وغادي يقولوا البي بي اس تاع رحمك مع راسك، وغادي يسرقوا الليسي وغادي يسرقوا بنانا وغادي يعطي واحد. بما ان مول الشكاره خوفا على راسه، لان اولا يمكن لهم عندهم كافي من الحجج انه شرى الاصوات يمكن لهم. اذا اللي التحقوا بحزب البام حزب الاسرى المعاصره كانوا يعني التحقوا به خوفا على مصالحهم، ماشي خوفا على مصالح، طمعا في ازدهار مصالحهم، في تنميه مصالحهم. وما كانوا خوفا، راه ما فيها باس، كلشي كيخاف على رزقه. انا كنخاف على المصيبه تمشي للبرلمان ماشي باش تحمي رزقك، باش تنمي رزقك، لانه اذا نميتي رزقك كديروا ضد المصلحه العامه ديال الشعب. او اذا كنتي سرقتي وربحتي وتجرتي وورثتي ولدتي والله اعلم منين جاوك الفلوس، واش ديالك وديال باك وديال جدك، وحبستي في الدفاع عنهم، ما فيها باس، راه غتخلي ما تبقى من الرزق المستقبلي للاجيال الصاعده والطبقات الجيده. انت كتنمي، كتمشي للبرلمان باش تنمي داكشي اللي عندك باش تمنع الشعب بابا يطلع من الرزق من الثروه. عمر الثروه ماشي عمر الثروه ما تكون عادله في المغرب. الدرجه انا كنقول لك حاجه واحده كيمكن لك تقسمها بصفه مناصفه بين المغاربه، هو الفقر. اما الرزق لا. هناك من يقول استاذ زيان بانكم لم تتقدموا للانتخابات خوفا من ان لا تحصلوا على اي مقعد. اكيد ما جبت مقعد. ودابا واش الاخرين واش اللي رشحوا جابوه، ودابا البي بي اس بحال من وزاره وشنو جاب تاع فريق، اكيد ما نجيب والو. كان عندكم 3 مقاعد في البرلمان، قلت واحد امي واحد الشفار وواحد داه البي بي اس. واحد أمي. كيف لحزب لا هذاك الشفار داه البي بي اس، هذاك الشفار بي بي اس عطاه مليون ديال الدرهم باش يخلص واحد الشيك سان بروفيزيون كان عنده في القنيطره لا في الرباط لا في القنيطره، كان عنده 11800 صوت. وخلصها له باش شرا باش وداك السياسه. حنا البي ام الحزب المغربي اللي بافتخار واعتزاز كيقول لك ما كيصوت علينا حد، ما عندنا مقعد، ما يبغى ما عندنا ما كيف
يفوز فينا حتى واحد في الانتخابات. اذا ما جدوى تواجدكم في الساحه السياسيه؟ والله وجودك انت درجه القيمه ديال الحزب، انه انتم كتجيو تشوفوني وتشوفوا الاخوان الاخرين المناضلين الاخرين وكدير لهم استجوابات وكنفسروا للمغاربه الحقيقه ديالها. هذه اهم حاجه في السياسه، ويمكن لنا نوصلوا ان نكونوا الضمير الواعي للشعب المغربي. شكون اللي بحالنا حنا تقريبا في باب ديال الجنه، صار من هذاك اللي كيستغل سيد ربي باش يدخل للبرلمان الحكومه. حنا ما كنستغلوا حد، ولكن حنا الضمير والوعي ديال الشعب المغربي، وبالتالي الفلس فينا غتكون عنده شي مرتبه مهمه في الجنه. هذه اكيد ناكدها لك. استاذ محمد زيان، قلتم بان التمديد لحزب العداله والتنميه ل5 سنوات اخرى سيكون مضيعه للوقت فقط. لا ما تكونش مضيعه للوقت. دابا هذا ما قلته في تصريحات صحفيه سابقه. قبل ما تبدا الحمله الانتخابيه، قبل ما نبداو ننظموا في الانتخابات، لأن كنت كنظن بأنه فعلا الأحزاب السياسية تقدم أطر غتقدم أهل الكفاءة، أهل الخبرة، أهل الثقة، أهل المعرفة. وأكيد أنه كل ما كثروا أهل الخير المغرب غادي يتقدم. شغندير مع عباد الله اللي ما كتعرف والو، ما فاهمه والو وما تقضي والو للمغرب. ولكن ملي شفت أن كل شيء قدام صحابي الشكارة، كي بغيتي ما نفرحش. يعني قلت لهم سيروا صوتوا على الباجي، راه ما كاينش احسن منه، وهذه الحقيقه مع الاسف. اذا ترون بان حزب العداله والتنميه هو الاصلح لهذه المرحله بالمغرب؟ لا ماشي الاصلح، هو الاقل ضرر اخلاقيا هو الانزه، ولكن النزاهه لا تقضي. انا ما كنعرفش نكذب المسلمين كيطر ليهم ملي كنتكلم معهم. ما تطلبش، ما تحاولش تعرف من هو افضل للامه. واش الفاسق القوي او المؤمن الضعيف؟ نخليك تجاوب راسك. مؤمن راسك. الضعف ديالك الامه كلها تشتت بابها بالضعف ديالك ما كتفهمش. فاسق راسك. اما القوه ديالك كنا نستافدوا منها، وبالتالي الله يعطيك الخير. انا ما كنقولش، حنا كنقولوا بانه على الاقل ما غادي يسرقوش بالعلالي، وما غادي يخلبطوش خبطه عشواء في الماليه ديال البلاد. دابا على كل حال ماشي ملائكه، ماشي عبد الاله بن كرام، ماشي رسول، وهذوك المدورين به ماشي الصحابه. ونتكلموا لان النهار اللي توفى النبي صلى الله عليه وسلم راه بقى 3 ايام هو كيتسناو يدفنوه، لان كانوا كيدابزوا على الخلافه. ما بقاوش نخربقوا بزاف، لان خصنا نكونوا واقعيين. اذا في نظركم ما هو البديل؟ يعني ما دام ان العداله والتنميه غير صالح والبام غير صالح. النظام غلط بخلق البام الذي تكلف بانشائه فشل، ومع الاسف ما كيحسبوا حتى شي واحد. بام كتخريجه باش نقوموا مقام البي جي دي كانت خاطئه. هذاك اللي ضم البام ما فهمش، هذاك اللي وصل البام الكارثه اللي وصلنا فيها اليوم. من في نظركم فعل هذا؟ ما نعرف يا اخي، انا ما نعرفش الاسرار ديال المغرب. انا نعرف كانوا الديمقراطيين الحقيقيون، وما نعرفش شنو تماك الحركه لجميع الديمقراطيين، لدرجه ان اللي ما كانش معهم رجع فاشيستي على حسب منظورهم، وبقاو كيخربقوا. كان فؤاد علي الهمه الداخليه او لا مستشار صاحب الجلاله والله ما نعقل، خرج قال لك غادي يدير حزب سياسي. دابزنا معاه في المعارك السياسيه، ما نعرفش شنو وقع. واحد النهار قال لك صافي انا بارك علي غادي نمشي نرجع الديوان الملكي، رجع مستشار. ما عرفش شنو خلاه تماك، ما عرفش هو مسؤول، لان عطاهم شي تعليمات او شي قواعد تبعوها خطوه خطوه وصلوا للنتيجه اللي وصلناهم. حتى اذا غادي يكون هو المسؤول، كان هو مشى بحاله بداو كيخلطوا في البام، فهو ماشي مسؤول. هذاك شغلهم. المهم ان التجربه فاشله، تجربه زيرو. انتم زعيم البام الياس العمري رفعتم ضده او طالبتم برفع دعوى قضائيه ضده. لا انا رفعت دعوى بعد ان اتهم بالمتاجره في الحشيش. انا ما دفعتش، انا ما رفعتش دعوى اللي عند القاضي ابو مريم مازال عنده ضد الياس العمري.
انا اولياء مولاي ما كتجمعني منه غير الخير. انا جمعته ضد البام وقلت قاضي التحقيق غتبدا تستدعي امين المال ودير مراقبه ديال الحسابات ديال البام وتعرف المصادر ديال التموين ديالو، فهمتي. واذا فعلا البام كاين شي شك فيما يخص مصدر تمويله غادي تكون عندك الشجاعه ان تطلب من الدوله تقوم بحل البام، العصاره والمعاصره، العصاره والمعاصره. باش نتفكر خصني نتفكر العصاره عاد كنتفكر الاسم ديال العصاره والمعاصره. واذا كان الياس العمري فعلا ثبت انه هو كيبيع شي في الحشيش ينبغي القيام بالواجب. واذا كان مسكين ما بالو ميعود، انا راني ما كنقبلش شي واحد يسمح لنفسه يتهم مغاربي لمجرد انه من قبائل الريف. انتم ايضا اتهمتم بانكم تتاجرون في الحشيش بدليل الحجز على 4 حافلات بميناء مدينه الدار البيضاء. لا في طنجه. في طنجه حافله وحده في طنجه اللي ماشي ديال الشركه اللي كنت كنسير، حافله واحده اخرى غير هما غلطوا وما كانش فيها الحشيش، لانهم ملي جبنا الناس للبوليس خرجوهم من بعد ما اعتقلناهم وهربوا مشاو لانزكان، ولكن واحد السيد سميتو الله يرحمه الراجي عمر تبعوهم في الكار وعرفوهم فين كيسكنوا مشينا بالجدرميه وجبناهم الحمد لله، لان ذاك الوقيته الحسن الثاني كان يعرف الحقيقه وجبناهم قالوا بانه ها الخناشي فيهم الحنه. دونك هذه اللعبه دارت ليا من ديك النهار وانا لا اؤمن ولا بالصحافه لا بالمساطر القضائيه لا بالكلام ديال الحكومه، ما كنامن غير بالحقيقه ثابته حقا ثابته. هناك من يتهمكم بانكم تحابون الياس العمري على اعتبار انهم من منطقتكم، من منطقه الريف. نفضل الياس العمري على اخنوش مثلا، لانه اخنوش مسوس وانا ما عندي به حتى شي علاقه قبائليه، ولكن نفضل الياس العمري لانه هذا يعتبر هذا صحيح وانا نكذب عليك، هذه واضحه. ولكني واذا عطيتيني مثلا اخنوش وشي واحد من بني ملال غنفضل اخنوش، لان عندي واحد العاطفه المدارس العتيقه ديال سوس. أليس هذا دعوة غير مباشرة للعصبية القبلية؟ أكيد وتتبنون هذا أستاذ زياد؟ سيدي أنا لا أتمنى. دابا ابن خلدون اللي أذكى مني بكثير كيقول لك العصبية هو أساس ديال المخ ديال المغرب وديال المغرب العربي، المغرب الكبير، وبالتالي العصبية كاينة. وأنا ماشي كذاب، أنا أولا تعلمت ما نكذبش على نفسي، أنا ماشي كذاب، كنعرف بأن العصبية كاينة، العصبية كاينة. ولكني ودا جبتي لي نختار ما بين ريفي شفار وسوسي نزيه، غادي نختار السوسي النزيه، هذا ما تطمني. ولكني في نفس المستوى الجوج، واحد من قبيلتين كف ونزيه، واحد من القبيلات بعيده عليا كف ونزيه، غادي ناخذ ولد قبيلتي. واللي قال لك لا كيكذب، كيكذب على راسه، لان المغاربه ما تكذبش عليهم. انا كنقول لك الامور كما هي. هذا ابن خلدون في المقدمه ديالو، هذا ماشي راجل كان كيتحشش وكيبدا يكتب باش يبيع الكتوبه، هذا عارف اش كيقول. والعصبيه كاينه، العصبيه كاينه حتى في اوروبا، كاينه حتى في الميريكان. في الميريكان كيقول لك المجموعه الاسبانيه غتصوت على هذا، المجموعه الاسبانيه باستثناء كوبا غادي الكوبيين غادي سمعت ديال اللون الكحال غادي يصوتوا على هذا. الانجليزيين هو كاع كاينين اللي هو وايت انجلو ساكسون بروتستان، هادو الانجليزيين البويض الساكسونيين المسيحيين بروتستان اعلى من غادي يصوتوا، المسيحيين كاثوليكيين اعلى من يصوتوا. ايوا هذا العصبيه اكثر من هذه. وهذيك الله صاحبي. استاذ زير، على ذكر اخنوش، قلتم بانه جيء به الى الاحرار ولكنه لا يعرف حتى عنوان الحزب. ما كيعرفوش. واخا لماذا؟ واخا يرجع الزعيم ديالو الرئيس ديالو والله ما كيعرف الحزب، ما يعرف والو على التاريخ ديال الحزب ديالو، التجربه ولا فين كاين ولا فين كاين المقرات ولا شكون اللي كيسيروا ولا شكون كان قبل منه ولا بعد منه ولا كيعرف والو، لان جا من السماء وطاح. ولا ما كديرش هكا السياسه. شوف كل ما السياسه باقا كدير من السماء وكتنزل، المغرب ما يتقدمش. ما تصدعوش راسكم، واخا نديروا اللي ديرنا المغرب ما غادي يتقدمش. كنختاروا الراجل المناسب من واحد البرنامج مناسب اللي كيغني بعض الناس وكتجيو كتحط على الجميع.
المغاربه ما قابلينش، المغاربه ما كيصوتوش، المغاربه ما كيشاركوش، لان الحكومه ما كيحاسبها حد. هذا يجرنا الى القول بان استقاله صلاح الدين مزوار كانت يعني عمليه مخدومه. نو على كل حال صلاح الدين مزوار بحالي انا كيعرف بانه انتخابات داروها لفائده البام. غير انا كانت عندي علاش كانت عندي الشجاعه مشيت بحال كيعطيوني 560 الف درهم، قلت لهم خليوها عندكم. انا في الوزاره الداخليه، وزاره الداخليه، ملي قلت لهم غادي نمشي في حالي، راه اغلبيه الزعماء ديال الاحزاب قالوا لولا 560 الف درهم اللي كتعطيونا كنا درنا في حزيان ومشينا في حنا، ولكن اذا مشينا في حنا ما تعطيوناش الميزانيه ديال 560 الف درهم في العام، وما عندناش باش نسيروا الحزب. حنا نصبروا معاكم غير على ديك الميزانيه اللي كتعطيونا. صلاح الدين مزوار ما يقدرش يديرها لانه ما كيعطيوه مليار، وما كاينش اللي غادي يسيب مليار من الشرجم. بما انك كيعطيوه شي مليار في الميزانيه غادي يربط فمو ويسكت. هذا اللي كاين. الاستاذ زيان، والا ما يشاركش. انا كنعارف بان غادي يسرقوا له المناصب والدوائر لفائده البام، هذه كانت معروفه. واش فهمتيني؟ انا في المناخ هذا نمشي بوهالي حمر اغيول، فهمتي، باش عارف راسي بانه ما نجيبها له. اذا جبت شي حاجه غادي يديوها لي، نعطيها لهم في الاول مصبه هيك اخي، خذ سير وري لي حنت يدك. استاذ زيان، قلتم بانه في حاله ما اذا عادت حركه 20 فبراير ستكونون مع قائدها وضد قائدها في طليعتها بافتخار واعتزاز ويرضوا بها. ولكن حركه 20 فبراير الان لم تعد موجوده يعني بحكم الواقع. لا دابا انا كنقول اذا يمكن لك تدخل باريس في واحد القرعه، فهمتي، واذا كانت القرعه كتنفخ، واذا كانت باريس كتصغر، ودا كانت عندك كيفاش دير باش تبدا تدخل في وسط القرعه عماره بعماره والشارع بالشارع، تدخلها في القرعه. اذا يمكن دير اللي بغيتي، ولكن الشروط اذا رجعت كنقول لهم عباد الله انا معها اليوم. شروط ظهور حركه 20 فبراير لم تعد قائمه بعد التعديل الدستوري ديال 2011 وتشكيل حكومه التناوب. انا اتحدث من منطق ما يجري في المغرب. فالمحيط الملكي او العاهل المغربي محمد السادس استجاب لمجموعه من مطالب حركه 20 فبراير بدليل تعديل الدستور ديال 2011 والخطاب ديال 9 مارس، وبالتالي صعود الاسلاميين في اول انتخابات حره ونزيهه يشهدها المغرب بشهاده الجميع. هذاك الذكاء ديال الملك. ما هي يعني الدلالات التي قد تعيد حركه 20 فبراير الى الظهور من جديد؟ فهموا مزيان. حركه 20 فبراير عمرها ما كانت ضد الملك، ولكن كانت ضد المحيط ديالو. هذه لا نقاش فيها. كاينش تماك شي واحد اللي بغى شي واحد من المحيط ديال محمد السادس اللي كيعتبروه هما المسؤولين على ما وقع، هما المسؤولين على الكارثه الحاليه ديال المغرب. الامور واضحه. الحركه ديال 20 فبراير كانت ضد الاستغلال، ضد الاحتكار، ضد المال الحرام، ضد الامتيازات، ضد الناس اللي كيوقفوا امام حريه الاقتصاديه. الحركه ديال 20 فبراير كانت من اجل التوزيع العادل للثروات. حنا امام واحد الاختيار، واش نمشيو مع الحركه هذه وما نقدوش عليها، لان هذا الشعب كيغلي، مشاكل كاينه، التنظيم هش. واش غادي يمكن لينا نقودوها ونسيطروا عليها، او لا نقودوا الموجه غتبلعنا؟ هذه الواقع ما نقدروش نحلموا. وقعت في ليبيا، وقعت في مصر، وقعت في تونس، وقعت في سوريا. هادشي واقع، لا ماشي كنخربقوا. قلنا وإذا صاحب الجلاله قام بالاصلاحات الضروريه غادي نربحوا ثوره، غادي نربحوا معارك، الاعتقالات والاموال، الضغط هذا والاستقرار. واذا قدرنا نربحوا مرحله تاريخيه بالذكاء ديال محمد السادس، علاش لا؟ هذه كانت الفكره. وانا كنعقل كنت في باريس، وكان جريده القدس، وقلت في جريده القدس مآل محمد السادس نفس المآل ديال بن علي، لا فرق فيما يخص مصيرهم، الا ان محمد السادس اليوم
كيمكن له يقوم بالاصلاحات الضروريه باش الملكيه تبقى. وكنتمنى ان الملكيه تبقى، وعندي قناعه شخصيه ان محمد سعد ذكي لدرجه ان يمكن له يثبت الملكيه ويربح لنا ثوره لا نحتاج اليها في المغرب. لا انا اللي قلتها في باريس، وناضت واحد الضجه كبيره، وناضوا اجتماعات، والناس قالوا لي غادي يوقع لي وغادي يوقع لي، لكن الذكاء ديال محمد السادس كان هنا وبغى يدير الاصلاحات. ملي بداو الاصلاحات بداو المناورات، لان الهدف ما وصلنالوش. نفس الاحزاب، نفس صحابين الشكاير، نفس المحيط الملكي، نفس الاحتكار الاقتصادي، نفس الاستغلال الواحد ديال الاراضي وديال الممتلكات وديال الملك العام ديال الدوله والملك الخاص ديال الدوله. نفس الكلام الذي تقولونه الاستاذ محمد زيان الان يقوله رئيس الحكومه منذ 5 سنوات بان هناك تحكم. تعفريت هذا. ما تصورش انه دارها الى بن كيران. برافو ذكي بالله. لما لو كان عندي الوقت، ولكن انا شرت ندير اطروحه. المعجزه ديال المغرب، المعجزه ديال المغرب ان الاحزاب الحكوميه الحكومه قنعت المغاربه ان هي المعارضه ماشي هي اللي كتحكم. التصوير اللي ما كاين غير في المغرب. المغرب بلاد الواحد عنده جوج ديال الغرائب. واحد ان الحكومه اللي جات الانتخابات باش تحاسب قالت لهم حاسبوا البام وحاسبوا هذوك اللي في المعارضه، انا ماشي حكومه. المعارضه هي اللي كتسير. التصوير واش كيضحك، واش المهزاوه كيضحكوا على المغاربه. واش انت اللي خصني انت نحاكمك انت الحكومه كتقول لي انا ماشي انا؟ واذا كاين تحكم اش كدير في ذاك الكرسي؟ هذا الحماق. هذا هو الرجل اللي كيعيش مع فاسقه كزوجه وكيقول لك راه ماشي انا اللي فاسق، مرتي مسخوطه الاخرى. او كتقول لك ماشي انا الرجال اللي كيلعبوا فيها. تبارك الله عليك، والله ما كاين شي فاسد قدك انت متزوج، لان انت ما عرفتيش تجعل حدنا الوضعيه هذه. الخريب ديال شحال. وثانيا المغرب هي البلاد الوحيده اللي الاميين كيترشحوا انتخابات وبعد الدكتوره كيوزعوا لهم المناشير باش يطلبوا المغاربه يصوتوا عليهم. هذه ما كاينه غير في المغرب يا اخي. الاستاذ محمد زيان، فتحتم جبهات كثيره في حياتكم كمحامي. فتحتم مع الجرائد اليوميه، مع المواقع الالكترونيه، مع الوزراء، مع رؤساء الاحزاب. فتح كل هذه الجبهات الا يضعف وضعكم كمحامي يعني له وزن في المغرب؟ لا، وضع انتهازيه كيرجعهاش انا بعد، ولكن عند المغاربه قسما بالله. ودا بغيتي دابا تبعني بالكاميرا وخليني ندوز على الشارع محمد الخامس وشوف شحال من واحد غادي يبغي يبوسني، شحال واحد غادي يبغي يتصور معايا، شحال واحد غادي يقول لي شكرا استاذ زيان، زيد في عملك. هذه في المغرب، هذه غير في الرباط. اما اذا مشيت بني ملال ولا خريبكا ولا سطات الزغاريت في الزرقاء وانا دايز، ديروها مزيانه في بالكم. انا راجل لا اؤمن الا بالشعب. الشعب الى هذا اليوم هذا باقي ما بغاش يدخل انتخابات، ولكن كنعرف النهار اللي غادي يدخل انتخابات وغادي نحس بها. غادي يكون انا اللي عندي من الاوائل اللي عندهم الحظوظ، من الثلاثه الاولى ولا الاربعه الاولى. هذه امن بها. الى يومنا هذا المغرب ما كيصوتش. عندك 43%، يعني 43% خصك تحيد 1,300,000 ديال لي نول ديال الاوراق الباطله. متفقين؟ دونك ديك 30% يمشيو يعاودوها فين ما بغاو يعاودوها. بحال اللي كنقول يمشيو يعاودوها لهم في الحمام. راه ما كاينش حتى 20% ديال المغاربه اللي مشاو صوتوا، وبالتالي البي جي دي ما كيمثلش حتى 4% ديال الشعب المغربي. بالك دير له في الخوي حسب راسو راه عنده شي اكثريه ولا شي اغلبيه او شي تاثير للجميع. ما عنده والو. ولكن حصل على 1.5 مليون من صوت. اكيد 1.5 مليون ديال الاصوات ما بين 15 او لا بشحال ديال المسجلين 15 مليون. 15 مليون هي 10%. هي 10%. نتفقوا مزيان. ولكن ما تنساش بان 95% ديال المغاربه ضده، معنى انه تما كاين 5% ديالو وكاين 5% صوتوا البي جي دي خوفا من الطلوع ديال بام، لان ما كناش نقبلوها، عارفين بان الطلوع ديال بام هي الثوره في المغرب. ما كاينش غادي قبل الكارثه انه البام يحكم المغرب، لان مستحيل منطقيا ما كاينش غادي قبلها.
كان ضروري انه خصنا نعتقوا المغرب وندفعوا الناس يصوتوا مع البي جي دي، وحنا عارفين بان ما باغيناش. 95% ديال المغاربه اليوم، كنقول لك 95% ديال المغاربه ماشي مع البي جي دي. هذا اتهام خطير استاذ زياد. ماشي اتهام خطير، هذه واضحه. عنده 10% ديال الاصوات، منهم الاصوات ديال الناس اللي ما كيامنوش به، منهم انا وربعتي ما كنامنوش بالبي جي دي مطلقا، ولكن ما يمكنناش نخليو الساحه للبام. على ذكر البي جي دي والذي ترأس الحكومة المغربية السابقة والحالية، قلتم بأن الحكومة وحزب الأصالة والمعاصرة والمحيط الملكي ما كرهوش يدفنوني باللهجة المغربية. هل أنت خطير إلى هذه الدرجة؟ لا ماشي خطير. أنا فهمتي، الناموسة ماشي خطيرة، ولكن يمكن لها تخليك بلا نعس. فهمتي، مابقاش كترتاح وتنعس ملي كتقتلها. انا ما نظنش غادي نتقتل، ولكن اذا سمعوا بان سيد ربي يجعل حد الحياه غادي يجيو يبكيو، ولكن بكاء النفاق. نعرف بان في قلبهم غادي يكونوا فرحانين، يقولوا اوف تهنينا. لكن الله سبحانه وتعالى ربما يهنيني انا منهم قبل ما يهنيهم هما مني انا ان شاء الله. الاستاذ محمد زيان، الان السيد عبد الاله بن كيران كلفه عاهل المغرب بتشكيل الحكومه وما زال في المشاورات ولم يشكل حكومه لحد الان. صعيب. ما هو السبب في نظركم؟ ايوا ملي حزب عنده 12 نائب برلماني كيطلب 4 الوزراء، لا تستطيع 4 الوزراء. ملي الاتحاد الاشتراكي بغى الرئاسه ديال البرلمان الحبيب المالكي والعود المرشح طانعين فيه، واكيد 90% انه المجلس الدستوري غادي يلغي له الانتخابات ديالو، لان ديال القاعده القانون واضح فيما يخص القضيه دي. اذا هناك من يريد ان لا ينجح عبد الاله بن كيران في تشكيل الحكومه. لا علاش شكون اللي ينجح؟ انا اتساءل شكون اللي يمكن له ينجح؟ علاش هادي واذا خديتي حزب الاستقلال وبي بي اس والاتحاد الاشتراكي والبي جي دي تشكل حكومه تاريخيه اكل عليها الدار والشريب. المرجعيه غترجع هو التاريخ ومحاربه الاستعمار والجهاد الوطني في القرن 21. بخ على البلاد وعلى البراميل عاوتاني غتمشي تذكرنا انهم حاربوا الاستعمار هذه 60 عام، وبان الحداثه والوطنيه. اهديك الله صاحبي، حكومه بحال هذه هي مجموعه ديال الجثث، جثه زائد جثه ما كتعطيش حي، راجل حي، ما كتعطيش ان اتر فيفون، كائن حي كتعطيك جوج ديال الجثث ميتين، وثلاثه كتعطيك ثلاث جثث ميتين. واذا كنت مدور بالجثث الميته راه حسب راسك راه كتموت. اذا تصفون الحكومه المغربيه بانه مجموعه من الجثث واحزاب التاريخيه ميته، هذا دي كادافر جثث. تعيط لي انا شنو درنا في 53 حنا في 2017 بصدق زعما. وإذا باقيين كنامنوا بان 60 عام بعد باقيين يمكننا نبداو نخرفوا وليداتنا حول الاستعمار وكذا والوطنيه، وراه بصدق زعما